معانا الاستاذ الحزب النفسي المحامي وهو مرشح لعضوية مجلس الشعب السفينة رقم 8 والاستاذ عندنا من المكة من الشباب الكويسة يعني احنا مرشحينه بصفته قريب جدا من الشباب ولهم صعوبات كثيرة في دورة 25 يناير ودورة 30 يوليو. فالمستثمر من الناس اللي احنا في المكة بنقول لهذا الدور ليه؟ احنا عاوزين حتى يعني احنا عاوزين الراجل يتأكدوا من كلامنا فين ان كلكم يعني معظم الناس اللي هنا اكيد لو نفس الحاجه يعني يسالوهم ويتاكدوا منه الورق بتاعه الراجل النتيجه ايه؟ لو وحش خلاص يا جماعه مش بلاش منه ولكن لو خايفوا لان الصوت هيعتبر امانه. خد يا احمد يا نادي صور الناس تتاكدوا من الكلام اللي هو هيقوله وهل الكلام اللي هقوله هو اهل هذا الكلام او هو اهل هذا المنطق ولا لا. فاحنا فيديو وجينا للزبائن ده في زياره عند رفعت حبيبي ابو العز عشان نطرح برنامج المستثمر الاجتهادي او هو وجهته هتكون ايه في مجلس الشعب القادم ان شاء الله. ومدام انتم معلش هو 3 دقايق بس يعني ايه هتسمعوني فيها يعني واجب منكم لينا يعني. اتفضل يا استاذ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اخوان؟ ازيكم يا شباب؟ انا جيت لان انا زيكم اللي انتم بتعانوا منه واللي انتم حاسينه صدقني انا بعاني منه وحاسه والحمد لله بنسلم قلب لبعض واحمد ربنا سبحانه وتعالى ان مصر فيها شباب رجاله ويا رب كده اكون عند حسن ظنكم ويا رب اقف معاكم في كل خير وربنا يجعلنا عون لبعضنا. انتم عون ليا وانا بعون ليكم في كل خير. وهبدا معاكم كلمتي بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. اليوم صدق الله العظيم. جئت إليكم لنضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض لأضع يدي في يدكم لأنزع الياس والإحباط من صدوركم ومن خاطري. جئت إليكم اليوم وأنا أؤمن كل الإيمان بأنكم أصحاب السلطة بأنكم أنتم الأصيل وما أنا إلا مجرد نائب عنكم. إن أردتم أن تكملوا معي فاكملوا وإن لم تريدوا فاسحبوا مني هذه النيابة. جئت إليكم اليوم لنبدأ عهد جديد ومصر جديدة. جئت إليكم اليوم لأقول لكم الحمد لله الأعز الأكرم الذي علمنا القلم علم الإنسان ما لم يعلم. علمنا لنميز ونفرق بين الصالح والطيب بين الخبيث والطيب بين الصالح والطالح بين ما هو خبيث وبين ما هو طيب. علمنا هذا وتعلمنا وسنتعلم حتى نموت سنتعلم وسنفهم بإذن الله. أقول لكم إن مصر تنادينا الوطن ينادينا مصر محبسين. مصر راية تمثل الأجيال السماوية على أرضها شق كليم الله موسى وتجلى له النور الإلهي وتنزلت عليه الرسالة بكل كثير وعلى أرضها احتضن المصريون السيدة العذراء وقدموا وليدها
مكارم الاخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نصرنا رسالة الحق والعدل للعالمين. هذه نفسي كما قال رحمة الله بس وطن نعيش فيه ونعيش فيه ورحمة الله على البر الشرق. أصل الذين يا شباب ما يسمعوش كلام الأفاعي والذي أفاعي، ما تسمعوش كلام حد في ليل جاي في تقدم جاي ان شاء الله رب العالمين. هنخش كده في كده بعض نسكن ونتيجه التاريخ قال كده، التاريخ قال كده ضرب المتعاملات شر خرجنا كلنا حطينا ايدينا في كده بعض كده وقلنا يحيى لله مع الصليب دفاع عن ارض مصر. عرضنا من الاحتلال وسنحرر مصر الان من الفاسدين. لن يكون من مراد ذلك ولكن وانتم معي فرضي على المكان اينما كان. سنحاسب كل فاسد ولن اكون من مرادي وانتم معي. الفساد اللي موجود في جميع مؤسسات الدوله حقوق الادبيه وانا عارفها اللي هي ابسط حقوق شفينا لكم الدستور، حقوقكم الشرط الضيق، حقوقكم الشرط الصحي. هذا كلام، ده كلام ده يقول ان كان في يوم من الايام ناس موجودة خايفة على خايفة عليهم. لا والله كانوا خايفين على مصالحهم، كانوا خايفين على نفسهم، كانوا بيدفعوا المال اللي سرقوه من البلد اللي هو مالي ومالك. الآن دي إن شاء الله مش هترجع تاني. وفي حكاية زي ما قلت جئت إليكم وأنا أؤمن كل الإيمان لأنه لا أحد مهما كان مركزه فوق القانون المخطئ سيحاسب. أنا نفسي بأخطاء عجبوني أدوني مليار حاجة. أنا زي أنا لازم زي ما بقول لكم أحط إيدي في إيديكم عشان نرجع على المسائل. استغفروا لكم وقولوا على سبيل المقابل، لأن لو ما خرجناش وما ورثناش مع الناس النظيفة هنشتغل إيه كتير. أنا جاي أقول لك كلمات واحدة عليك نفسي قدامكم مرشحين كتير اختار، ولكن أوصيكم اختياركم للوجوه حتى لو ما تعرفوش احسبوا عند الله خير. لكن أي واحد قديم حرام عليكم لأنهم ما عملوش حاجة. طول عمرهم قاعدين على الكراسي والسلطة ما عملوش كده حاجة. ولا الكلام ده أنا بقوله لو نزل أمن الإنسان وحده كانوا يقدروا نظرتهم ويعوموا جوه بيتهم ويقولوا مش موجودين ولو رحت تنزل عليه يقول لك إيه ده نايم البيت مش موجود. العقل ده مش موجود مش هيرجع تاني. وزي ما الزعيم عبد الفتاح